السلام عليكم. أهلا بكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم. النهاردة هنعمل مع بعض تفريز للملوخية بطريقة جميلة جدا وسهلة جدا، هننافس بيها شركات كتير. خليكم معايا لآخر الفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك معايا ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ونسمي الله. أنا جبت كمية ملوخية قطفتها وهبتدي اغسلها معاكم واوريكم طريقه الغسيل بتاعتها. انا بغسلها كذا مره بميه جاريه الاول، بعد كده اصفيها. دي اول مره، دي اول غسله. خليكم معايا. بعد ما غسلناها اول غسله زي ما انتوا شايفين وصفيناها، اجيب طبق كبير املاه ميه زي ما انتوا شايفين كده، واحط فيه خل. تمام. واغسل فيها الملوخية كمان مرة كده، المرة التانية. تمام كده، المرة التانية مية بخل، وبعد كده هصفيها عشان اضمن ان الملوخية بتاعتي نطفت تماما. خلص كده. تالت مرة بقى مية نضيفة من غير اي حاجة، هنزل برضو بالملوخية للمرة التالتة، يبقى كده غسلناهم 3 مرات. تمام. بعد كده على ملاية نضيفة او قماشة نضيفة تكون قطن، هفرش عليها الملوخية عشان تنشف كويس جدا. وطرف الملاية او القماشة اللي انا مفرشة عليها هتنيه كمان على الوش عشان اضمن ان الملوخية بتاعتي نشفت خالص مني. واسيبها شوية حلوين كده لحد ما الملوخية بتاعتنا تتصفى وتنشف من المية بتاعتها. حلة على النار، حط فيها مية بتغلي، معلقة سكر وسنة كربونات صغيرة جدا. تمام كده. هنزل بالملوخية بتاعتنا في المية المغلية دي، واكون محضرة جنبي يا دوبك تشم المية، يعني انا مش هخليها تستوي، يا دوبك تشم المية كده. وبعد كده اطلعها عندي طبق فيه مية ساقعة ومكعب تلج، دي ازازة مية مجمدة اهي، وادي التلج اهو. اطلع الملوخية من المية المغلية على المية الساقعة على طول عشان تفضل محتفظة باللون الجميل الاخضر بتاعها. تمام زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تبرد خالص. وبعد كده بصفيها واضربها في الخلاط. بس كده، هي دي الملوخية والتخزين بتاعنا. روعة. واحنا بقالنا سنين ما بعملهاش غير بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. اضربها في الخلاط. انا بخزنها في اكياس اللي هي بتاعت كيس اللبن اللي بالكيلو بتاعت الاطعمة بتاعت السندوتشات، عادي خالص زي ما انتوا شايفين، على قد الكمية. وافرغ منها الهواء كويس جدا زي ما انتوا شايفين، واربط الكيس زي ما انتوا شايفين. احط كمان كمية في كيس تاني اللي انتوا عايزينها طبعا. زي ما انتوا شايفين انا بفرغ الهواء خالص اهو. تمام. واربطها وارفع كده عشان اضمن ان مفيش هواء زي ما انتوا شايفين. خلص الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده معايا. ودي الملوخية بتاعتنا بتقعد سنة كاملة واكتر، بيبقى طعمها تحفة وزي ما تكون طازة بالظبط. يا رب تكون الطريقة بسيطة وعجبتكم، وكل سنة وانتوا طيبين، والسلام عليكم.